النهارده شيبسي نزلت طعمين مختلفين جداد، هما للامانه 3 بس انا قلبت الدنيا على النوع الثالث مش لاقياه. نزلت نوعين، النوع الاول بسلطه الحاتي بطعم سلطه الحاتي، والنوع الثاني بطعم التوميه. بيقولك ان النوع الاولاني ده انت تقدر تاكله مع المشويات ومكتوب عليه قطمه قطمه، والنوع الثاني التوميه تاكله مع السندوتشات. المفروض النوع الثالث بطعم الليمون المعصفر، بس انا للامانه ما لقيتهوش خالص، فقلت مش مشكله يلا ندوق الطعمين دول ونشوف. يلا بينا نشوف اول طعم مع بعض اللي هو التوميه. نفتح كده ونشوف ريحته، زي توم كده بيهف عليك اول ما تفتح. يلا كده نشوف، بسم الله. امم هقول لكم طعمه عامل زي ايه. فاكرين فاكرين شيبسي اللي هو كان بطعم الجبنه الشيدر اللي كان بنفس لون الكيس ده؟ برضو هو الطعم شبهه شويه، بس مدي على سن التوم. يلا نجرب الطعم التاني وبعد كده نحكم. يا ساتر، ريحته خل قويه قوي. عارفين شيبسي اللي هو بالخل والملح؟ ريحته زيه كده. تعالوا ندوق برضو ونشوف. لا، طعمه عارفين اكني باكل ايه؟ اكني باكل جرجير، خيار، حاجه من الحاجات الخضره دي وعليها خل. لا، طعمه مش سلطه خالص، وطعمه مش عاطفي خالص بصراحه، وفي سنه سبايسي كده. لا، ما عجبنيش خالص. ده اللي عجبني الصراحه، ده طعمه حلو قوي. طعمه مدي ميكس كده على جبنه شيدر على توميه. طعمه لذيذ وطعمه حلو ومش لاذع ولا اي حاجه واعتقد ان انتوا هتحبوه. لو جربتوه قولوا لي رايكم في الكومنتات.